السر وجسدك. دعونا نناقش استخدام العمليات الإبداعية بالنسبة لهؤلاء الذين يشعرون بأنهم زائدو الوزن ويرغبون في إنقاص وزنهم. الشيء الأول الذي تجب معرفته هو أنك إذا ركزت على إنقاص الوزن سوف تجذب إليك اضطرارك لفقدان المزيد من الوزن، وهكذا أخرج فكرة اضطرارك لفقدان الوزن من عقلك، فهذا هو السبب الذي يجعل النظم الغذائية لا تأتي بنفع. ولأنك تركز على فقدان الوزن لا بد أن تجذب إليك باستمرار الاضطرار لفقدان الوزن. الشيء الثاني الذي تجب معرفته هو أن حالة البدانة خلقتها أفكارك، ولنوضح المسألة. فإذا كان أحدهم زائد الوزن فإن ذلك نتج عن الأفكار التي تتعلق بالسمنة، فسواء كان مدركا ذلك أم لا فلا يمكن أن تراود الشخص أفكار حول النحافة ويكون بدينا، فهذا ينافي قانون الجذب تماما. سواء عرف أحد الأشخاص أنه مصاب بضعف في إفراز هرمون الغدة الدرقية، أو أن تمثيله الغذائي بطيء، أو أن وزنه الزائد أمر وراثي، فإن كل تلك الأمور ما هي إلا أحد أشكال الأفكار التي تتعلق بالسمنة. فإذا طبقت على نفسك إحدى تلك الحالات وصدقت ذلك فسوف تصبح تجربة حياتك، وسوف تستمر في جذب المزيد من البدانة. إن تعريف الوزن المثالي هو الوزن الذي تشعر بالرضا عنه، لا يعد رأي أي شخص آخر له قيمة. الوزن المثالي هو ما تحمل معه شعورا طيبا. لعلك على الأرجح تعرف شخصا ما نحيفا ويأكل بشهية حصان وهو يعلن متفاخرا: يمكنني أن آكل أي شيء يروق لي، وعلى الدوام سوف أحظى بالوزن المثالي. وهكذا يقول الجني: أوامرك مطاعة. لكي تجذب وزنك المثالي وجسدك المثالي باستخدام العملية الإبداعية اتبع الخطوات التالية. الخطوة الأولى: اطلب. كن واضحا بشأن الوزن الذي تريد أن تكون عليه، لتكن لديك صورة في عقلك لما سوف تبدو عليه من هيئة عندما تصل إلى ذلك الوزن المثالي. أحضر بعض الصور التي كنت تحظى بها بالوزن المثالي إذا كان لديك بعض منها، وانظر إليها كثيرا. وإذا لم يكن لديك احصل على صورة للجسد الذي تود أن تحظى به وانظر إليها كثيرا. الخطوة الثانية: آمن. لابد أن تؤمن بأنك سوف تتلقى ما تنشد، وأن ذلك الوزن المثالي قد صار ملكك فعليا. عليك أن تتخيل وتتظاهر وتتصرف من منطلق أن ذلك الوزن قد صار ملكك بالفعل. لابد أن تتخيل نفسك وأنت تستقبل ذلك الوزن المثالي. اكتب وزنك المثالي وعلقه على مؤشر الميزان الخاص بك، ولا تزن نفسك على الإطلاق. لا تناقض ما طلبته بأفكارك وكلماتك وأفعالك. لا تشتري ملابس ملائمة لوزنك الحالي. تحل بالإيمان وركز على الملابس التي سوف تبتاعها. إن جذب الوزن المثالي هو تماما مثل تحديد خيار من كتالوج الكون. إنك تتصفح الكتالوج فتختار الوزن المثالي، أي تحدد طلبك، ومن ثم يتم إرساله إليك. لتعقد نيتك أن تتطلع إلى الأشخاص الذين يتحلون بالأجساد ذات الوزن المثالي من وجهة نظرك، وتأمل أجسادهم بإعجاب واثني عليها في داخلك. ابحث عنهم، وعندما تعجب بهم وتحس بتلك المشاعر فسوف تستدعي ذلك الجسم المثالي إليك. أما إذا رأيت أشخاصا زائدي الوزن فلا تراقبهم، ولكن حول عقلك على الفور إلى صورتك بجسدك المثالي واشعر بالأمر. الخطوة الثالثة: تلقى. لابد أن يكون شعورك طيبا، ولا بد أن تشعر بشعور طيب حيال نفسك. هذا أمر مهم، لأنك لا تستطيع أن تجذب وزنك المثالي إذا كنت تحس شعورا سيئا حيال جسدك الآن. إذا كنت تحس شعورا سيئا حيال جسدك فإن ذلك يكون شعورا قويا وفعال، ولسوف تستمر في جذب الشعور السيء حيال جسدك. لن تغير جسدك أبدا إذا كنت بالغ الانتقاد له ومتصيدا عيوبه، وفي الحقيقة إنك سوف تجذب المزيد من الوزن إليك. فلتمدح كل بوصة مربعة من جسدك. تذكر كل الأشياء الرائعة الخاصة بك، وعندما تراودك أفكار مثالية وعندما تحظى بشعور طيب
حيال نفسك، فإنك تكون على التردد الخاص بوزنك المثالي وتجذب إليك الجسم المثالي. يعرض ولاس واتلس في واحد من كتبه نصيحة بشأن تناول الطعام. إنه يوصي بأنك حين تأكل عليك أن تحرص على أن تكون في حالة تركيز تام على تجربة مضغ الطعام. اجعل عقلك حاضرا وعش إحساس تناول الطعام، ولا تضع عقلك ينحرف إلى أشياء أخرى، وكن حاضرا في جسدك واستمتع بجميع الأحاسيس الخاصة بمضغ الطعام في فمك وابتلاعه. جرب ذلك في المرة التالية التي تتناول فيها طعامك. عندما تكون حاضر الذهن تماما حين تأكل، فإن نكهة الطعام سوف تكون قوية جدا، وعندما تدع عقلك ينحرف فإن النكهة تختفي. إنني مقتنع أنه إذا كان بوسعنا أن نتناول طعامنا ونحن حاضري الذهن، ونحن في حالة تركيز تام على التجربة البهيجة للأكل، فإن الطعام يتمثل بداخل أجسادنا على نحو مثالي، ولا بد أن النتيجة في أجسادنا ستكون مثالية. كم يستلزم هذا من الوقت؟ من بين الأشياء الأخرى التي يتساءل الناس بصددها، كم يستلزم من الوقت للحصول على السيارة وشريك الحياة والمال؟ ليس بحوزة أي كتاب قواعد ينص على أن هذا يستلزم 30 دقيقة أو 3 أيام أو 30 يوما، بل الأمر يتعلق بكونك متوازيا ومتوافقا مع الكون ذاته. جو فيتال. الزمن مجرد وهم، هكذا أخبرنا أينشتاين، وإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها هذا الأمر، لعلك تجده مفهوما عسيرا على الفهم، ذلك لأنك ترى كل شيء يحدث بعد الآخر. ما يخبرنا به علماء الفيزياء الكمية وأينشتاين هو أن كل شيء يحدث بالتزامن، فإذا استطعت أن تفهم أنه ما من زمن هناك وأن تتقبل ذلك المفهوم، فسوف ترى عندئذ أن كل ما تريده في المستقبل هو موجود بالفعل. إذا كان كل شيء يحدث في الزمن نفسه، فإن النسخة الموازية منك التي تحظى بما تريده موجودة فعلا. فالأمر لا يقتضي أي وقت من الكون لكي يجلب ما تريد، وأي تأخر في الوقت تمر به يرجع إلى تأخرك في الوصول إلى موضع الإيمان والمعرفة والشعور بأنك بالفعل قد حظيت بذلك. إنك من تضيع الوقت، أنت من تضع نفسك على التردد لما تريد. عندما تكون على ذلك التردد فسوف يظهر ما تريد. الحجم ليس له أهمية بالنسبة للكون، فعلى المستوى العلمي لا يعد جذب شيء مما نعده ضخم الحجم أكثر صعوبة من جذب شيء مما تعده صغيرا متناهي الدقة. لا يكافح العشب حتى ينمو، يجري ذلك بلا أدنى جهد. إنه فقط هذا التصميم العظيم للخالق. يتعلق الأمر كله بما يجري في عقل، يتحدد بما نحدده نحن، كأن تقول أن هذا أمر كبير سوف يأخذ بعض الوقت، أو هذا أمر صغير سأمنحه ساعة من وقتي. تلك هي قواعدنا التي نضعها، ليس قواعد بالنسبة للكون. أنت تزود الكون بالمشاعر الدالة على حصولك على الشيء المرجو في التو واللحظة. سوف يسخر الله الكون ليستجيب لتلك المشاعر أيا كان نوعها. بوب دويل. ليس هناك زمن بالنسبة للكون، وليس هناك حجم بالنسبة للكون. إن الحصول على $1,000,000 هو نفس سهولة الحصول على $1 واحد، فالأمر يعتمد على نفس العملية، ولكن السبب الوحيد الذي يجعل أحدهما يأتي أسرع من الآخر هو أنك تعتقد أن المبلغ $1,000,000 كبير لتحصل عليه بنفس سهولة الحصول على مبلغ صغير مثل $1 واحد. يجد بعض الأشخاص سهولة أكبر في طلب الأمور الصغيرة، وهكذا نقول أحيانا ابدأ بشيء صغير مثل فنجان قهوة لتكن نيتك هي أن تجذب فنجان قهوة اليوم. بوب دويل. داوم على تخيل أنك تتحدث إلى صديق قديم لم تره منذ فترة طويلة، وبطريقة أو بأخرى سوف يشرع شخص ما في التحدث إليك عن ذلك الشخص، ولسوف يتصل بك ذلك الشخص أو سوف تتلقى منه رسالة. بوب بروكتور. البداية بشيء صغير هي طريقة سهلة لتجربة قانون الجذب ورؤيته بعينيك.
دعني أشاركك قصة رجل شاب قد قام بذلك، حيث أنه رأى فيلم السر وقرر أن يبدأ بشيء صغير. صنع صورة خيالية لريشة وحرص على أن يكون شكلها مميزا، ورسم بأصابع خيالية علامات على هذه الريشة حتى يتأكد بلا أدنى شك أنها ريشته المقصودة إذا رآها، وأنها أتت إليه من خلال استخدامه المقصود لقانون الجذب. بعد ذلك بيومين كان على وشك دخول مبنى شاهق الارتفاع في أحد شوارع مدينة نيويورك. قال إنه لم يعرف ما الذي دفعه للنظر أسفل قدميه، ولكنه عندما نظر عند قدميه في مدخل البناية كانت الريشة هناك. ليس فقط أي ريشة، لكنها الريشة نفسها التي تخيلها تماما، كانت مطابقة للصورة التي تخيلها في عقله بكل علاماتها الفريدة. قد علم من تلك اللحظة ودون شك بأن هذا كان قانون الجذب يعمل بكل مجده، وأدرك القدرة العجيبة على جذب كل ما يرجو عبر قوة عقله وبإيمان تام. انتقل الآن إلى استدعاء أشياء أكبر حجما. يندهش الناس حين أنجح في العثور على مكان لركن سيارتي. لقد صرت ناجحا في هذا منذ أن فهمت السر لأول مرة. إنني أتخيل مساحة خيالية تماما في الموضوع الذي أريده، وبنسبة 95% من المرات تكون هناك في انتظاري، وأقود سيارتي إليها مباشرة، وبنسبة 5% من المرات يكون علي أن أنتظر حتى يخرج من يشغل المكان بسيارتي فأدخل أنا. أقوم بذلك طوال الوقت. الآن لعلك تفهم لماذا يجد الشخص الذي يقول إنني دائما أجد مكانا لإيقاف سيارتي أماكن شاخرة دائما، أو لماذا يفوز الشخص الذي يقول إنني محظوظ حقا، أفوز بأشياء طول الوقت بشيء بعد الآخر طوال الوقت. إن هؤلاء يتوقعون ذلك. ابدأ في توقع الأشياء الرائعة، وعندما تفعل سوف تصنع حياتك مسبقا. اصنع وقتك مسبقا. تستطيع أن تستخدم القانون الجذب لكي تشكل حياتك بكاملها مقدما، ويمكنك تطبيق ذلك على الشيء التالي الذي تقوم به اليوم. برنتس مالفورد، وهو معلم، يقدم في كتاباته العديد من الأفكار الثاقبة حول قانون الجذب وكيفية استخدامه، ويستعرض مدى أهمية أن تشكل يومك مسبقا. حينما تقول لنفسك سوف أقوم بزيارة سعيدة أو رحلة سعيدة، فإنك فعليا ترسل عناصر وعوامل قوية تسبق جسدك إلى المكان المستهدف لتجعل زيارتك أو رحلتك سعيدة. عندما تكون في مزاج سيء قبل الزيارة أو الرحلة أو رحلة التسوق، فإنك ترسل عملاء خفيين قبلك إلى المكان، مما سيجعلك منزعجا نوعا ما. إن أفكارنا، أو بعبارة أخرى حالتنا العقلية، تعمل دائما على إعداد الأمور الطيبة أو السيئة مقدما. برنتس ميلفورد. كتب برنتس ميلفورد تلك الكلمات في حقبة السبعينات من القرن ال19. يا له من رائد. تستطيع أن ترى بكل وضوح مدى أهمية أن تفكر مقدما في كل حدث في كل يوم، ومن المؤكد أنك قد عايشت من قبل عدم التفكير مسبقا في يومك، وأحد تداعيات هذا الأمر هو أنك تكون في حالة من التسرع والعجلة. إذا كنت تتصرف بتسرع وعجلة، فاعلم أن تلك الأفكار والأفعال معتمدة على الخوف من التأخر، وهكذا فإنك تعد مسبقا الأمور السيئة لنفسك، وبينما تواصل الاندفاع سوف تجذب شيئا بعد آخر في طريقك. بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون الجذب سوف يعمل على إعداد المزيد من الظروف المستقبلية التي ستؤدي إلى دفعك للتسرع والاندفاع. عليك أن تتوقف وتضع نفسك خارج ذلك التردد. خذ دقائق قليلة وحول نفسك إذا لم ترغب في استدعاء الأمور السيئة إليك. الكثير من الناس، وخصوصا في المجتمعات الغربية، يطاردون الوقت ويشتكون من أنهم لا يجدون الوقت الكافي لأي شيء. حسنا، عندما يقول أحدهم إنه لا يجد الوقت الكافي، فإذا لا بد أن يحدث هذا عن طريق قانون الجذب. إذا كنت تحبط نفسك بأفكار حول افتقارك إلى الوقت الكافي، فمن الآن فصاعدا أعلن لنفسك بكل ثقة: أنا أحظى بأكثر مما يكفي من الوقت، وغير حياتك بأكملها.
كما يمكنك أن تحول الانتظار إلى وقت فعال لصنع حياتك المستقبلية. المرة التالية التي تكون فيها في موقف يضطرك للانتظار، اقتنص ذلك الوقت وتخيل امتلاكك لجميع الأشياء التي تريدها. يمكنك القيام بهذا في أي مكان وفي أي وقت. حول كل موقف في حياتك إلى موقف إيجابي، لتكون عادتك اليومية أن تشكل كل حدث في حياتك مسبقا من خلال أفكارك. فلتستدعي القوى الكونية لتعمل لصالحك في كل شيء تقوم به وكل مكان تذهب إليه، عن طريق التفكير في الشكل الذي تريد أن تكون عليه مسبقا. وعلى هذا فإنك تساعد في تشكيل حياتك قاصدا عامدة. السر في نقاط موجزة. قانون الجذب يطيع كل أوامرنا تماما مثل جني مصباح علاء الدين. تساعدك خطوات العملية الإبداعية على صنع ما تريده في 3 خطوات بسيطة. اطلب، آمن، وتلقى. لكي تصير واضحا بشأن ما تريده، عليك أن تطلب من الله أن يسخر الكون لخدمتك. فعندما تصبح واضحا فيما ترغبه، فإنك بذلك تكون قد طلبت. يتطلب الإيمان التصرف والتحدث والتفكير، كما لو أنك قد تلقيت بالفعل ما طلبته. عندما تبت التردد الخاص بتلقيك الشيء المنشود، فإن الكون يحرك الناس والأحداث والظروف من أجل أن تتلقى أنت ما تريد. يتطلب التلقي الشعور على النحو الذي سوف تشعر به بمجرد أن تتحقق رغبتك. الشعور الطيب على التردد الخاص بما تريده. من أجل أن تفقد وزنا، لا تركز على فقدان الوزن، وبدلا من ذلك ركز على وزنك المثالي. اشعر بما سوف تحس عندما تحظى بوزنك المثالي وسوف تستدعيه إليك. لا يستلزم الأمر وقتا بالنسبة للكون لكي يتحقق ما تريده، فالحصول على $1,000,000 يعد بنفس سهولة الحصول على $1. ابدأ بشيء صغير مثل فنجان قهوة أو مساحة لركن السيارة. هي طريقة سهلة لتجرب قانون الجذب في الحياة الواقعية. فلتنوي بقوة، اجذب شيئا صغيرا، وعندما تجرب القدرة التي تمتلكها على الجذب، سوف تنتقل إلى الحصول على أشياء أضخم حجما. اصنع وشكل يومك مسبقا بالتفكير في الطريقة التي تريد بها أن تمضي الأمور، وسوف تشكل حياتك عمدا وقصدا.